يا صاحبي شايفك بقيت احسن ومستني هو بقالك اسبوع علشان تشوف منتخب مصر وهو بيلعب نهائي كاس افريقيا. هو نهائي كاس افريقيا 2006، بس ان شاء الله يعني ربنا يكرمه ويوصل للنهائي السنه دي. والنهارده دي اخر حلقه هنتكلم فيها عن بطوله 2006، بس ما تتخضش مش هعتزل في قمه مستوايا، وهنكمل بطوله 2008 و2010 سوا ان شاء الله. وزي ما شفت في الحلقات اللي فاتت ازاي قدرنا نوصل للنهائي لاول مره بعد فتره كلها تخبط وسوء اداره وعشوائيه في كل حاجه. ممكن ترجع تشوف اول حلقه في السلسله عشان تعرف كان ايه اللي بيحصل في الفتره دي. ودلوقتي بنجهز عشان نقابل كوت ديفوار في النهائي، اللي هي اقوى منتخب في القاره وقتها، اللي صعد كاس العالم في مجموعه احنا كنا فيها، كسبونا ذهاب وعوده في تصفيات كاس العالم. صحيح احنا قدرنا نكسب كوت ديفوار في دور المجموعات، لكن برضو وقتها كوت ديفوار ريحوا كتير من الاساسيين وضحوا ساعتها بضمان الصعود كمركز اول. بس المره دي نازلين مركزين وناويين هم ودروجبا ما يجيبوهاش لبره. كوت ديفوار بعد ما صعدوا من المجموعه بتاعتنا كمركز تاني وقعوا في دور الثمانيه ضد الكاميرون، والكاميرون هتلعب الماتش ده وهي عايزه تعوض عدم صعودها لكاس العالم على حساب كوت ديفوار. الماتش ده خلص في الوقت الاصلي 0-0، وبعدها دخلوا اكسترا تايم 1-0 كوت ديفوار. هوب 1-1 بيوصلوا ضربات الجزاء، دروجبا يسجل، ايتو يسجل، ال11 هنا يسجلوا وال11 هنا يسجلوا، دروجبا يخش تاني ويسجل، ولكن ايتو يخش ويضيع علشان تخرج الكاميرون من البطوله بسيناريو مشابه لخساره مصر مرتين من السنغال. حسبي الله ونعم الوكيل. وبتوصل كوت ديفوار للنص النهائي وتلاعب نيجيريا اللي كسبت وقتها تونس بضربات الجزاء برضه. وفي اول دقيقتين من الشوط الثاني دروجبا يسجل وتصعد كوت ديفوار للنهائي علشان تقابل منتخب مصر على اللقب الافريقي في ارضه وسط جمهور. منتخبنا داخل الماتش هو لسه المرشح الاقل حظا من كوت ديفوار، حتى لو البطوله في ارضك، بس هم فعلا منتخب اقوى منك والضغط كله عليك. صحيح انت صاحب الارض، بس الاجواء كلها متوتره في المعسكر بعد مشكله ميدو مع حسن شحاته، وكابتن حسن رفض كل محاولات الصلح وقرر استبعاده من المعسكر ومش هيشارك في اي جزء من الماتش. وكمان اتحاد الكوره اعلن ايقافه 6 شهور وحرمانه من اي مكافآت في حاله فوز المنتخب بالبطوله، وكمان تم حرمانه من مكافاه الصعود للنهائي. فكل ده يخلي الضغوط عليك اكبر، ولو لا قدر الله خسرت بعد كل اللي اتعمل ده القرارات دي ممكن تتقلب عليك انت في الاخر. والماتش بيبدا وهتلاقي الفرقتين لابسين الوان قريبه من بعض، مصر بالاحمر وكوت ديفوار باللون الاورنج او البرتقالي. هتقول لي ايه المشكله؟ هقول لك ان المشكله ان حصل عركه قبل الماتش على الموضوع ده. احنا في دور المجموعات لعبنا ضد ليبيا والمغرب، كسبنا ليبيا وتعادلنا مع المغرب، والفرقتين بيلبسوا اخضر. راحت كوت ديفوار لبست الاحتياطي الاخضر بتاعها ضدنا فكسبناهم برضه. دور الثمانيه لعبنا ضد الكونغو بالاصفر عادي بس كسبناهم 4. ضد السنغال بالاخضر كسبناهم برضه. فتحس ان كوت ديفوار كانت مقلقه كده وخايفه تلعب بالاخضر احسن تخسر، واحنا كل الماتشات بنلعب بالاحمر والدنيا ماشيه تمام. فحصل بقى عركه ما بين المنتخب الايفواري ومنتخبنا. كوت ديفوار رفضت تلبس الاخضر وصممت تلبس اللون البرتقالي. طب يا مصر البس انت ابيض، واحنا صممنا ان احنا هنلعب زي ما احنا بالاحمر. وكابتن حسن شحاته قال ان هو اللي رفض يغير الابيض لانه كان متفائل باللون الاحمر وما رضاش يغيره. المباراه النهائيه احنا هنلعب باللون الابيض، وانت صممت ان انا لازم العب باللون الاحمر. لعبنا باللون الاحمر 5 ماتشات، 5 ماتشات كسبناهم. ما عنديش استعداد العب باللون تاني غير اللون الاحمر. لازم اتفائل. اغير ليه؟ لو بتشتغل في الشغلانه المنيله دي بتتفائل وتتشائم. وحصل موقف زي ده في 2010 ضد الجزائر. احنا خسرنا من امريكا في كاس القارات بشورت اسود، وبعدين خسرنا الماتش الفاصل من الجزائر نفسها بالشورت الاسود برضه. فتشائمنا منه وصممنا نلعب ضد الجزائر بالشورت الابيض. ووقتها كانت لاول مره فرقتين يلعبوا ضد بعض بنفس لون الشورت. كل الظروف دي خلت الماتش بادئ سخن والفرقتين جاهزين قوي، خصوصا كوت ديفوار اللي بتحاول تهمدنا وتستفزنا من اول دقيقتين، لدرجه انهم عملوا خناقه ملهاش لازمه مع بركات في اول الماتش. الحمد لله الفريق ما فيهوش غيابات، بعيدا عن ايقاف ميدو، بس الفرقه الاساسيه كلها جاهزه وسليمه. بس في تفصيله بسيطه قوي غيرناها في شكلنا في الماتش ده. كوت ديفوار طريقه دفاعها كانت 4-4-2، واحنا دايما كنا بنخلي شوقي ارتكاز على الدايره وقدامه احمد حسن وابو تريكه. بس في النهائي عملنا حاجه تانية. احنا بمنتهى البساطه خلينا احمد حسن ينزل هو جنب شوقي، وابو تريكه بس اللي هيبقى قدام في المساحه اللي بين خط النص وخط الدفاع. طب ليه يا كابتن حسن هتعمل كده؟ قال لك لان الارتكازين بتوع كوت ديفوار لما يشوفوا اي حد عايز يلعب في المساحه دي هيقرفوه ويفضلوا مان تو مان معاه. فانا هرجع احمد حسن جنب شوقي، منها ابعد احمد حسن عن الخناقه بتاعه المان تو مان دي، ومنها المسافه بين خط الدفاع وخط النص تزيد فيستغلوها المهاجمين بتوعي، وكمان يستغلها ابو تريكه. وانا مهما اتكلمت عن ابو تريكه في الماتش ده مش هديله حق. كان يروح يمين يروح شمال ينزل يستلم الملعب بتاعه كله. كابتن حسن شحاته اداله حريته في الملعب وقال له انطلق انت يا ابو تريكه. يعني بص في اللقطه دي مثلا احمد حسن متاخر وابو تريكه مايل ناحيه الشمال عشان هو اللي يستلم، ومع الارتكاز بتاع كوت ديفوار مان تو مان معاه. حتى لما ابو تريكه سلم وحاول يتحرك في المساحه هو اتحرك معاه، والكره لما بتتقطع بترجع لنا تاني نلاقي لسه احمد حسن واقف جنب شوقي وبيقرر يلعب الكره الطويله ناحيه عمرو زكي. وبص بقى المسافه ما بين خط الدفاع وخط النص، الاثنين مهاجمين بتوعنا زايدين فوق علشان لما نحاول ناخد الكره الثانيه وترجع لابو تريكه في المساحه دي ونحاول نطلع بيها. احنا حاولنا نعمل الموضوع ده من اول الماتش بس ما نجحناش فيه قوي، لان دايما كانت الكره الثانيه بتاعت كوت ديفوار، لان برضو ستيل المساحه كبيره، فدايما تمركز ابو تريكه ممكن يكون بعيد شويه عن الكره الطويله بتاعت ابراهيم سعيد، بس الالتحام بيكسبوا كوت ديفوار، وعلشان ابو تريكه لوحده في المساحه فبترجع تاني لكوت ديفوار. وبص بقى هي دي الفكره اللي احنا كنا عايزين ننفذها لما تبقى معانا الكره على الارض. مهاجمين كوت ديفوار مرحلين عشان الضغط، فالمسافه كبيره قوي من اليمين للشمال، والكره توصل لوائل جمعه. معاه مساحه يزيد فيها بس كان ممكن يزيد اكتر، والاستلامه دي هتسهل علينا كتير. فاحمد حسن
ساقط استلم، وائل جمعه دخل في المساحه سلم لابو تريكه ما بين الخطوط، ابو تريكه لف بوش رجله لعماد متعب، كانت هجمه خطيره بس التنفيذ ما كانش احسن حاجه. هي دي بالظبط الفكره اللي احنا كنا عايزين نعملها، ان احنا نسحب خط النص وخط الهجوم بتاع كوت ديفوار ونكبر المساحه ما بين خط الدفاع وخط النص، نحاول نطلع بيها بالكوره على ابو تريكه، وبعد كده يحصل التحول في التلت الاخير بتاع كوت ديفوار. بس عادي ابو تريكه برده ما بيغلبش، ممكن هو ينزل يستلم في نص الملعب ويطلع عماد متعب بوش رجله مره واحده، حتى لو عماد متعب ما عرفش يستلمها صح. وحتى لما نقطع الكوره هي دي بالظبط اللي احنا عايزينها، احمد حسن قريب من خط الدفاع، قطع سلم لابو تريكه في المساحه، وابو تريكه بيحاول يطلع عمرو زكي. طب الشوط الثاني ابو تريكه عايز يهرب من المان تو مان ده، هيعمل ايه؟ هيطلع نفسه على الطرف والكوره تطلع عنده، هيعدي بفنت بسيط ويسلم لعمرو زكي ويكمل هو جوه منطقه الجزاء، وكمان يحاول يلعب الكوره بدماغه بس تطلع بره. ومره ثانيه بيسلم بركات وبيطلع على الطرف وبيخش في الالتحام مع المدافع وبيطلعه بره اللعبه بكتفه، وبعد كده بيرفع عرضيه ثانيه بشماله، ودي لو كانت وصلت لعمرو زكي كان هيبقى نسخه بالكربون من جوله في السنغال بس من الناحيه الثانيه. بسم الله عليك. بص ابو تريكه عدى ازاي من الراجل اللي ضغط عليه هنا، وبعد كده دخل عمق الملعب عشان يطلع بالهجمه دي في الدقيقه 92 و35 ثانيه من الشوط الاضافي الاول. بس انا مش جايب اللقطه دي علشان اتكلم عن ابو تريكه ازاي بيرقص، انا جايب اللقطه دي علشان اتكلم عن حضور ابو تريكه الذهني. ابو تريكه قبل اللقطه دي بدقيقه ونص تقريبا بيستلم في نفس المساحه وفي نفس المكان بالظبط، وعايز ينقل الكره الناحيه الثانيه، فعمل فين اكنه هيباصي بشماله، وبعد كده بص للمساحه وبصاها فعلا، بس الباص ما جاش مظبوط وتحول بمرتده خطيره علينا. لعيبه كتير ممكن لما تتحط بعدها بدقيقه في الموقف ده تحاول تلعب السهل وترجع كره لورا، لان لو غلطه تانية منه في نفس المساحه دي ممكن تطلع علينا مرتده خطيره تاني، وساعتها ممكن الحظ ما يقفش معانا تاني. بس علشان ده ابو تريكه وعشان هو حاضر ذهنيا وعشان هو عارف امكانياته كويس، بيوحي للاعب اللي معاه ان هو يلعب نفس الكوره بس بيعدي منه فينت بسيط جدا ويطلع بالهجمه. وهتيجي تقول لي هو مفيش غير ابو تريكه اللي كان بيلعب في الماتش ده؟ هو فعلا كان اكتر لاعب واخد العين في الماتش ده، لان كوت ديفوار كانت سايبانا الكوره معظم الماتش. حتى شوف الاستحواذ بتاع كوت ديفوار كان 38% بس في اخر الشوط الاول، واحنا كان ابو تريكه هو المتنفس اللي احنا فعلا بنطلع بيه على الكوره. وزي ما اتكلمنا عن دور احمد حسن ان هو ياخر نفسه، ده مش معناه ان احمد حسن هيفضل واقف لورا دايما لما كنا بنطلع الكوره وفي مساحه ان احمد حسن يزيد فيها كان بيخش عادي، وكانت دايما دي المساحه اللي لما بركات بينزل يستلم فبيسحب الباك معاه، فالمساحه ما بين الباك والمدافع بتبقى كبيره جدا، ولو ابو تريكه مكمل في العمق كمهاجم تاني كان احمد حسن هو اللي بيخش في المساحه دي. طب ابو تريكه هو اللي نزل يستلم من احمد حسن والمساحه دي لسه موجوده، احمد حسن هيزيد فيها. وعايزك تبص على القوه البدنيه برده بتاعت احمد حسن استلم من ابو تريكه الكره على الخط في موقف صعب على اي لاعب. طب ما تيجي انا. احمد حسن بص وراه مرتين وحط المدافع في ظهره وحجز بايده وقدر يزق الكره لقدام، وبعد كده دخل معاه الالتحام كتف في كتف وقع على الارض. التمرير ما كانتش احسن حاجه، بس انا بتكلم عن قوه بدنيه فعلا للعيبه ممكن تبان جسمانيا هم اقوى مننا، بس احنا كان عندنا الوعي والذكاء في لعبتنا امتى نلتحم وازاي نخش الالتحام ده. واخر حاجه هنتكلم عنها عن وضعنا بالكره في الماتش ده هي لقطه ضربه الجزاء اللي اتحسبت لمصر. ولو انت ما تعرفش فمصر اتحسب لها ضربه جزاء في الماتش ده غير صحيحه اطلاقا، وحصلت خناقه وعركه كبيره جدا ما بين لعيبه كوت ديفوار ولاعيبتنا. ضربه الجزاء دي كسبها بركات. طب كسبها ازاي؟ دايما كنا بنتكلم ان لما بيبقى في عرضيه من ناحيه الشمال بيبقى في اتنين جوه البوكس مكملين عندنا وبركات جاي من بعيد، عشان لو الكره جت من الناحيه الثانيه وعدت المهاجمين بتوعنا فبركات ياخدها وترجع الكره تاني معانا. وده اللي حصل فعلا، الكره رجعت في المنطقه اللي واقف فيها بركات عشان يستلم ويحاول يشوط، وبيخش عليه مدافع كوت ديفوار وما بيلمسوش، بس بركات بيقع والحكم بيصفر ضربه جزاء. اما بالنسبه لوضعنا من غير الكوره فانا مش عايز اتكلم فيه كتير لسببين. السبب الاول ان انا حاسس ان انا اتكلمت كتير بالكوره المره دي، والسبب الثاني ان فعلا كوت ديفوار كانت سايبانا الكوره معظم الماتش. حتى الهجمات الخطيره اللي كانت بتتعمل علينا كانت بتيجي من المرتدات بشكل مش منظم قوي، ممكن تبقى عشوائيه تسرع لخبطه، بس معظم الوقت احنا كنا متمسكين. ده حتى وائل جمعه اتصاب في اول ثلث ساعه ونزل احمد فتحي لعب مكانه مدافع وما حسناش باي فرق ساعتها في الماتش ده. بس في لقطه كوميديه انا عايز اتكلم عليها. ابراهيم سعيد طلع قال ان هو كان عارف ان هو لو الماتش وصل ضربات جزاء ان هو هيبقى من الناس اللي بتشوط، وهو خايف يشوط، حاسس ان هو لو شاط هيضيع فعمل نفسه مصاب علشان يطلع ونزل مكانه عبد الحليم علي اللي شارك في دقائق قليله جدا طول البطوله، وساعتها عبد الحليم هو اللي ضيع ضربه الجزاء. بس طالما احنا في ضربات جزاء ومعانا عصام الحضري فاضمن ان انت كده كسبان. وفعلا زي ما انت عارف مصر بتتوج بالبطوله للمره الخامسه على ارضها، في بطوله احنا عملنا فيها اداء كويس، كان في تنوع في الافكار وفي طريقه استخدام اللعيبه. انا شخصيا انبهرت لما اتفرجت على البطوله وشفته، وما كنتش متوقع الاقي كل ده بصراحه، بسبب اللي بيتقال عن البطوله دي والكلام اللي احنا بنحبه كجمهور. احنا كسبنا بالرجوله والجدعنه وسر الدعاء والسجده وقوه الصداقه، بس حقيقي فعلا كافكار وكوره كان في حاجات مختلفه ومميزه بتتعمل، خصوصا ان احنا في 2006. اصعب بطوله كانت 2006. وبس يا صاحبي هنا بتخلص رحلتنا في بطوله 2006. عايزك تستنى الحلقات الجايه هنكلمك فيها عن بطوله 2008 وايه الاختلاف اللي حصل ما بينها وما بين 2006، وهل هي فعلا كانت البطوله الافضل في تاريخ المنتخب المصري ولا لا. كل ده هنكتشفه مع بعض بعد ما تعافيت وصحتك بقت احسن، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب بطوله افريقيا اللي بتتلعب دلوقتي، بس المره دي بسر الدعاء والسجده فعلا. يلا سلام.